اقابل احد الفنانين المعروفين يا اخواني ويعرفني زين، وانا طالع يا اخواني الا 3-4 فنانين، الفنانه مع 3-4. سلمت عليهم كيف حالكم طيبين، شو اسولف معاهم، اضحك معاهم، اطردش معاهم، شو قلت يا شباب بسالكم سؤال وامشي تسمحوا لي؟ قال خذ راحتك يا ابو شام ما بتدوس. قلت يا شباب اسالكم بالله لو مو انا اللي جيتكم تخيلوا ملك الموت جاكم مستعدين يا حبايبي؟ اوه الفنان نفسه يا اخوان طلق راسك. قلت يا شباب تكفون نستعد، والله بكره فلان مات ما ينفعك الا العمل، هاي خدمه شو ماشي. ونمشي شوي الفنان قال لي يا ابو هدى تكفى ابغاك 5 دقائق. قلت يا رجال لو تبي ساعه تعال. اخذني على جنب يا شباب ماسك يدي كذا يطالع في الشباب كيف حالك مو معطيني وجه، شلونك ما يرد علي. لما وصلنا يا شباب اخر نقطه كذا بعيد عن الشباب طالع والله ربي يسالني عن هذا الكلام، والله يا شباب قام يبكي مثل ما يبكي الطفل الصغير يصيح. قلت فلان سلامات لا يكون اذيتك ولا غلطت عليك ولا ذكرتك بشيء اسف فلان. قال لا لا جزاك الله خير يا خالد، لكن والله العظيم يا خالد اني في تعاسه وفيك ما يعلم الا الله، والله يا خالد لو اكشف عن بطني غير تتفاجئ. قلت وراه وش فيك؟ قال كل طعنات بالسكين، والله يا خالد كل محاولات انتحار، والله ضاقت الدنيا فيني. قلت يا فلان خذها قاعده براسك زينها فوق تزين تحت. انا بقول لك ايتين الله عز وجل يقول ما راح اقول لكم حاضر ونطوي وزحمه وذكر وقول لا بقول لك ايتين بس. يقول الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قام يبكي قال اي والله يا خالد اي والله يا ابو هدى قبل اسبوع حفل عندكم هنا في جدة ب27,000، موعود الاسبوع الجاي بحفل بقيمة 400,000. والله يا ابو هدى فلوس عندي، تعرف الفنانة فلانية؟ قلت ايوه اعرفها. قال والله يا خالد ان حفلات خاصة انا وياها، والله شهرة وزحمة اشرطة في السوق، لكن يا خالد ماني مرتاح، والله يا خالد اني في محاولات انتحار جادة. قلت اني استمريت والله ما تواجه بكره خبر انتحارك. اسمع فضل شاكر ايش يقول، خش اليوتيوب يا شيخ واسمع فضل شاكر. شغال هذا؟ ممتاز.